السلام عليكم. اول امبارح شفت فيديو لمصري جدع اسواني طالع بيقول للسودانيين اسوان مش تبعكم، السودانيين داخلين اسوان داخلين لاجئين، بيقولوا ان اسوان تبع هي اراضي سودانيه ومصر خدتها منهم. فطلع بقى المصري الجدع ده يعني اداهم كلمتين زي الفل. من الاخر بقى، مش اسوان هي اللي تبعكم، انتم شمال السودان تاريخيا وجينيا تبع مصر. وتعالوا بقى كده، انتوا حصل لكم تغييب وحصل لكم تجهيل، والانظمه المتخلفه اللي مسكتكم ووصلتكم انكم تبقوا دولتين وهتبقوا 4 دول. على فكره ده هنقوله لكم واحنا بنتكلم. الانظمه دي هي اللي كان لازم تخلق لكم عدو وهمي تنشغلوا فيه، فما لقيتش اقرب من مصر بقى، فراحت قالت لكم مصر عملت ومصر سوت ومصر كلها بتاعتنا، والحكايه هبت منكم قوي، يعني هبت منكم جدا يعني. فتعالوا كده بهدوء وتعالوا نعرف هو مين تبع مين. اولا النوبة مصرية. النوبة لمن لا يعلم هي الأرض اللي ما بين الشلال الأول للنيل لغاية الشلال الرابع. النيل متكون من 6 شلالات. الشلال الأول في الأراضي المصرية، احنا حدودنا لغاية ما بعد الشلال الأول لغاية وادي حلفة. النوبة من الأول للرابع، دي النوبة. أما جم الأثريين يعملوا حفاير هناك في منطقة النوبة، فلقوا ان الجماجم والجثث اللي لقوها محتفظة هناك، لقوها انها هي وجماجم وجثث المصريين كلهم من جنس واحد، وهو الجنس الحامي. احنا احفاد حام ابن نوح، احنا الجنس الحامي مصر. النوبة دي ارض مصرية. اما حصل تقسيم الحدود فقالوا خلاص مصر حدودها لغاية الشلال الثاني، فتبقى دي النوبة المصرية وتسمى النوبة السفلى، وفي النوبة العليا اللي هي النوبة السودانية. انا جاي النهارده اقول لكم بقى ان كل ده لغايه دنقله اللي بتبعد حوالي 800 كيلو متر عن الحدود المصريه الحاليه، دي كلها كانت اراضي مصريه. هزيدكم بقى من الشعر بيت. مملكه كوش اللي انتوا طالعين بيها السما وعمالين تقول مملكه كوش وحكمت مصر، لا دي كانت اسره مصريه وكانوا كهنه مصريين. المهم في بعثة أثرية كانت بتنقب في الخرطوم، فلقت بعض الأدوات زي أدوات مصنوعة من العظم، أدوات مصنوعة من بيض النعام. الأدوات دي بترجع لسنة 5000 قبل الميلاد. فقالوا لك بس الخرطوم كان فيها حضارة سنة 5000 قبل الميلاد. استمرت الحضارة ديت يا أستاذنا؟ لا، ما استمرتش. خلاص هم طبعا كانوا متأثرين بالمصريين وخدوا منهم بعض الحاجات ويشغلوها، وهوب رجعوا ناموا تاني، ما حصلش اي حاجة بعدها. سنة 3200 جه مينا الملك مينا ووحد القطرين المصريين الشمال والجنوب، واصبحت مصر موحده. عارف يعني ايه يوحد قطرين؟ يعني اساسا الناس بقى عندها مجتمعات وبقى عندها محاربين وبقى عندها عمله وبقى عندها حاجات كتير قوي. فجه مينا كان من الاقصر، فقال يا جماعه لا، وحد القطرين وبقت مصر موحده. مينا عشان من الجنوب فكان عارف اهميه تامين حدوده الجنوبيه، فكانت حدود مصر اوريدي لغايه الشلال الثاني، يعني جوه الحدود السودانيه الحاليه. مين عمل كده؟ وجي كل الملوك اللي بعده عملوا كده عشان خاطر يامنوا القوافل. مصر كانت في قوافل رايحه وجايه بتجيب حاجات من اراضي السودان وبتودلها وبيبيعوا ويشتروا، فكان لازم يامنوا الحدود. قعدوا كده 1200 سنه لغايه سنه 2000 قبل الميلاد، لما مسكت الأسرة ال 12. الأسرة ال 12 دي كان فيها ملك عظيم اسمه أمنمحات الأول. أمنمحات قال لك هو في إيه يا جماعة؟ هو إحنا هنفضل كده؟ إحنا لغاية الشلال التاني وفي القبائل البربرية بتيجي تعمل؟ لا، الراجل بقى راح واخدها لغاية ما وصل لدنقلة زي ما قلنا، وجي خليفته سنسرت الأول لغاية سنسرت الثالث، وراحوا بقى واخدين المنطقة دي كلها راحوا ضمنها لمصر. بعد ما ضموها لمصر وعلشان يضمنوا ان يبقى في حامية مصرية هناك، طبعا بعتوا جنود مصريين وبنوا 8 حصون مصرية في المنطقة دي. شمال السودان هتلاقي فيه حصون مصرية من ايام الفراعنة. كويس، وخلاص بقت تبع مصر وبقى يتعمل فيها معابد ويتعمل فيها مقابر. من ضمن المعابد اللي اتعملت فيها معبد آمون رع. معبد آمون رع جنب جبل اسمه جبل بركل.
اللي احنا شايفينه دلوقتي. فضل الوضع ده لغاية الأسرة ال18، وجه الملك العظيم تحتمس الثالث قالك هو ايه وجع القلب ده بقى؟ لأ، وراح واخد مكتسح الدنيا لغاية ما وصل للخرطوم، وقالك علشان أضمن إن الدنيا دي كلها كده مش هتنفك تاني، راح رابط ما بين أسوان، ما بين إدفو في أسوان لغاية الخرطوم ولاية مصرية، ولاية مصرية تابعة للمملكة الفرعونية المصرية. وطبعا بقى ده ادى ان ثقافة مصر وحضارتها نقلت بالكامل للمنطقة دي. نيجي بقى لمملكة كوش، واللي انتوا كنتوا قاعدين تقولوا عليه واصلها مملكة اثيوبية، والاحباش والزنوج مسكوكوا والسودانيين حكموكم. مملكة كوش اصلها مصري، اصلها كهنة معبد طيبة. تعال نقول لك ازاي. اولا اسم كوش كان بينطق على الولايه اللي لسه قايلينها، اللي هو من اول ادفو لغايه الخرطوم، دي كلها كان اسمها اراضي كوش، وكان الوالي عليها كان بيسمى ابن الملك راعي اراضي كوش. كويس. سنه 1080 قبل الميلاد مصر كانت بتمر بمرحله ضعف، فكهنة طيبه قالوا لك الله، احنا الاساس، ده احنا كهنة الاله امون رع، احنا ازاي ما يبقاش لينا حكم للبلاد وما اعرفش ونطلعها من اللي هي فيه. طبعا ما عرفوش لوحدهم ان هم يطلعوا للشمال، فراحوا واخدين بعضهم ونزلوا على الجنوب، على شمال السودان دلوقتي، في منطقة اسمها نبتة او مدينة اسمها نبتة. كهنة آمون وهم رايحين، اللي هم كهنة طيبة، شالوا من الكنوز ما لا يخطر على بال بشر، وراحوا رايحين قاعدين لك في المدينة دي واتجوزوا من الناس دي، وتم تكوين البيت الحاكم اللي هي الأسرة ال24. ماشي. باعنخي الملك اللي انتوا عمالين تقولوا عمل وسوى، اصله مصري. باعنخي ده عمل اهرامات، اللي هي الاهرامات اللي لسه موجوده، حاول يقلد اهرامات الجيزه معرفش، فعمل كام اهرام مش عارف ايه. هوب الاسره دي حكمت 95 سنه واتكلت على الله. مر بعد كده بقى على السودان نفس ما مر على مصر. ده عند محمد علي بقى كده، ولينا وقفه جميله. فيكم ناس اما بيجوا يكتبوا تعليقات على السوشيال ميديا يقولوا لك ايه، انتوا حكمكم واحد الباني، انتوا حكمكم واحد ضابط الباني. طب يا حبيبي، ما الضابط الالباني ده احنا اللي وليناه. يعني لو انت ما تعرفش تاريخ وجاهل وخارج تتأمع بجهلك، فاحنا نقول لك الحقيقه. الضابط الالباني اللي هو محمد علي ده لما جه مصر والمصريين شافوه ان هو راجل كويس، او مشايخ المصريين، الشيخ عمر مكرم، الشيخ الشرقاوي، الشيخ المحروقي، لقوا ان هو راجل كويس ووقف مع المصريين. والمصريين طبعا كانوا عملوا ثورات ضد الفرنساويه انتوا ما تعرفوش عنها حاجه. المهم قالوا له تولى حكم مصر تحت اشرافنا. طبعا هو بعد كده عزلهم، بس بعد كده اتصالح مع عمر مكرم، وده لينا فيه فيديو تاني. وبدأ ان هو يبص للمماليك. بعد ما ذبحت المماليك هرب 200 مملوك للسودان، اجتاحوا شمال السودان 200 مملوك. اوكي، احنا بنقول على المماليك مصريين لان هم تمصروا، هم جايين اطفال صغيرين فتمصر. اجتاحوا شمال السودان، فمحمد علي راح بعت لهم حمله عسكريه، راحت جايبه بقى ايه لغايه الحبشه، الحمله المصريه. ومن ساعتها بقت مملكه مصر والسودان لغايه سنه 1882 جه الاحتلال الانجليزي، فقال لا انا هبقى حكم تاني في السودان، فبقى في حاكمين. عايزه اقول لكم ان كل المدارس العريقه اللي عندكم عملها الخديوي اسماعيل، اللي عمل نشأة عمرانيه ونهضه عمرانيه في الخرطوم ما حصلتش، وما عرفتوش يعني تعملوا زيها لغايه سنه 52. اما قامت ثوره 52 اول ما طلع الرئيس محمد نجيب الله يرحمه، كانت امه سودانيه، فقال لا السودان ليها استقلال وحكم بعيد عن مصر. ماشي. من 52 لغاية 19 يناير 1956 منح العسكري البكباشي الزعيم جمال عبد الناصر السودان استقلالها. عشان بس في ناس كانت بتطلع تقول لك حكم العسكر المصريين، لا والله، اللي منحكم الاستقلال كان عسكر مصري برضه، واللي ماسككم طول عمركم برضه كانوا عساكر. 69 سنة من ساعة ما استقلتوا لغاية النهاردة عملتوا ايه؟ انا اقول لك عملتوا ايه بقى. خلال ال 69 سنة دول عملتوا 17 انقلاب على الحكم، في منهم انقلابات نجحت وفي منهم سقطت. عارف 17 انقلاب يعني بمعدل كل 4 سنين ونص كان بيتعمل انقلاب.
السودان اول ما استقلت كان حجمها مساحتها ضعف مساحه مصر، فصل منها سنه 2011 30% من مساحتها خدته امريكا. قالت لك لا ده جنوب السودان ده مش زيكم، ده انتوا عرب وهم افارقه، لا ادولهم طبعا عشان البترول. ففقدتوا السواد الاعظم من الدخل بتاعكم من حقول البترول في جنوب السودان. دارفور غنيه بمناجم الذهب، انتوا ثالث دوله على مستوى افريقيا اغنيه بالذهب. بيروح فين الذهب ده؟ ايه مصر بتاخده؟ لا حبيبي، الذهب ده عليه ميليشيات اللي خرج منها حميدتي ماشي، وبيستغلوه بيهربوه بيطلعوه على مصالحهم يعني، ومليارات من الدولارات. الجديد بقى هو اثيوبيا. انتوا ما وقفتوش مع مصر في حكايه سد النهضه، مع ان سد النهضه خراب عليكم زي ما هو خراب علينا ونقدر نضربه، بس سد النهضه لو اتضرب انتوا هتتمحوا من على الارض بكل معنى كلمه. السودان هتنمحي من على الارض، هيبقى فيضان ولا فيضان نوح. ومع ذلك شهر يناير اللي فات كان ابي احمد عندكم ويا سلام، وطلعتوا وزغرطتوا واثيوبيا اخت بلادي اخت بلادكم محتله او هم محتلين 5000 كيلو متر مربع من الحدود بتاعتكم. اخت بلادكم ودت مزارعين اثيوبيين يزرعوا الاراضي دي ويقول لكم دي ارضنا، السودان اللي هيجي فيها هنقطع رقبته، وما قدرتوش تعملوا لهم حاجه. دي اثيوبيا اخت بلادكم ماشي، في الوقت اللي مصر احنا بقالنا 2 جحافل من اللاجئين السودانيين وجنوب السودان واريتريا والصومال ومقدشي وبلاوي سودا، جحافل جايه لنا. انتوا ليكم هنا او انتوا بتتعاملوا في مصر زينا ليه؟ 2 كان في 5 محطات في وسط البلد، محطات مواقف، كنتوا بتيجوا تشيلوا وتروحوا على هناك وتعدوا الحدود عادي وبحاجات رمزيه، مش طبعا استيراد وتصدير وحاجات زي كده. انا وقفت عند واحد فيهم وسالت الواد قلت له ينفع ان انا اودي مواد غذائيه للخرطوم؟ قال لي اه ينفع. اتدفع عليها يا ابني كتير؟ قال لي لا ما بيدفعش كتير. غليتوا علينا الحاجه ويعني بجد صعبتوا العيشه علينا، وفي الاخر جايين تقولوا ان اسوان سودانيه. فوق يا زول منك له، مع احترامي للمحترمين منكم دول على جنب. فوقوا وارجعوا بلدكم علشان خاطر تحموها. انتوا طول عمركم سايبينها وهاجين منها، بس لسان قد كده على السوشيال ميديا تشتموا اي مصري يتكلم. فوقوا، المصريين دلوقتي غير زمان خالص. ماشي، فوتكم بعافيه.